أحداث، أخبار، ثقافة، برامج وندوات. كل ما يتعلق بالسياسة، كل ما هو جديد ستجده معنا. جريدة بريس جاءت للكشف على الواقع وما الذي يخفيه، فابقى معنا. جريدة بريس، الحدث الأول. السلام عليكم. معكم كمية الزرقاني، ارتيست بانتر عصامية. مرحبا بكم في المعرض ديالي اللي هو بالذكرى ديال المسيرة الخضراء، اللي هو واحد الحدث انا بعدا اللي كان نحس بانه حدث غير طبيعي وغير يعني عادي، اللي كنحس به انه شي حدث اللي فعلا كنفتخروا به كأن حنايا مغاربه. الوغ المعرض ديالي استوحيت الاعمال ديالي منه، كل ما هو عندنا من تراث ومن ثقافه مغربيه. حتى لاحظتوا ان الالوان ديالنا اللي عندنا اللي عندي في اللوحات هما الوان شويه فاقعه، اللي الحمد لله كاحنا في المغرب عندنا الاضاءه وعندنا الظل، عندنا الالوان. مشيتي للشمال كتلقى الالوان، مشيتي للغرب كتلقى الالوان، يعني في اي الحمد لله. ما يمكنش نكون انا مغربيه وما نقدرش ما نخدمش بهذه الالوان ديالنا اللي هي من غير مغربي كتقدر تسير. وخدمت على الثقافه المغربيه وعلى التراث المغربي اللي الحمد لله اللي حنا مغاربه وكنفتخروا به، واللي بغيت نبين على اشياء اللي هي كاينه حاليا اللي حنايا كنتعاملوا بها كانها المسيره الخضراء، اللي هما التراث ديالنا اللي كيمشي للدول العربيه، اللي انا كمغربيه او كعربيه اللي كنحس براسي ان ما خصوش يكون هذا النزاع. مي بينتو في اللوحه ديال الذكرى ديال المسيره الخضراء وهو الزليج اللي كان تاب المشكل اخيرا، وبغيت نعملو بواحد الطريقه، هي طريقه سلميه كما كانت في الصحراء ديالنا. كيفاش خديناها او كيفاش تعاملنا بها هو ان مشينا درنا مسيره سلميه، ودرت ان داك الزليج خرج منه داك الحمام، اللي هو الحمام دائما كيكون علامه السلم. معكم عادل الحجابي، اعلامي وفنان مغربي. طيب، التواجد ديالي اليوم في المعرض ديال الفنانه الاشكاليه كاميليا الزرقاني، وهذه ماشي اول مره كنحضر لها. السبب ديال التواجد ديالي هو انني معجب بالاعمال ديالها، خصوصا على انها كتحمل واحد البصمه خاصه اللي كتجلى في الهويه المغربيه، كتجلى في تجسيدها للمراه المغربيه، تجسيدها للثقافه المغربيه، تجسيدها للموروث الثقافي المغربي. مناطق مغربيه مختلفه كلها مثله من ناحيه اللباس، من ناحيه الاكسسوارات. عندها واحد الطريقه الاشتغال اللي خاصه بها، اللي كتمزج فيها اضافه للصباغه العاديه الكلاسيكيه، كتمزج فيها ايضا اكسسوارات اللي كنشوفهم عليها. والمناسبه شرط، وهذه المناسبه اللي غاليه على قلوبنا جميع، اللي هي مناسبه المسيره الخضراء الغاليه على قلوبنا، فما يمكنش يكون شي معرض تشكيلي احسن من هذا، لانه كيمثل الهويه المغربيه
و وحنا خصنا نديروا كلشي باش نحافظوا على هذه الهويه المغربيه، خصوصا شفنا كيفاش الان كلشي باغي يسرقها، فخص كلشي يتضافر باش على اننا نحافظوا عليها باش ما يسرقها حتى شي حد. الجديد ديالي هو برنامج عندي حلم اللي كنقدم اليوميات ديالو انا على القناه الاولى، وايضا نقدم مراحل نهائيه ديال البرايمات. والسيناريو ديالي التوقيع ديالي السيناريو حوار وقصه ديالي تصور الان مسلسل مغربي فيه مجموعه من الاسماء كبيره باخراج ياسين الفنان، وغادي يشوفوه على القناه الاولى قريبا ان شاء الله. من هذا المعرض اللي مقام في المسرح الوطني بمدينة الرباط. كنحضر هنا كفنانة تشكيلية للمعرض ديال الفنانة التشكيلية زرقاني كاميليا. المعرض ديالها جميل، استحضرت فيه المرأة المغربية في أبهى حلتها، يعني من القديم لهذا الشيء اللي دابا اللي جديد. استحضرتهم في هذه الذكرى اللي هي الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة، وكنلقاو فيها اللمسه المغربيه، كنلقاو فيها بزاف ديال التراث المغربي، لمسات فيها دواخل المراه المغربيه، كنلقاوها في بعض الاعمال ديالها وهي في المنزل ديالها، في بعض الاحيان في العرس اللي سنعبروا عليه حنا بالنسبه لنا مناسبه ديال الفرح. وهذا كيسر الناظرين، وكنتمنى ليها التوفيق، وكنشكركم على هذه التغطيه الاعلاميه ديالكم. بالنسبه للفنانه كاميليا عندها لوحات عديده ومتنوعه كتعتمد على الفن المغربي الاصيل. من هذه اللوحات تاعها كيبان لك بان الفنانه كتمشي للمراه المغربيه، كتمشي للحضاره، المعمار، كتمشي الحاجه الوطنيه بالنسبه للذكرى المسيره الخضراء ل 6 نوفمبر. درت لها واحد اللوحه خاصه فيها الرايه المغربيه والخريطه المغربيه، فيها الفن المعماري الاصيل، وفيها صوره الحسن الثاني نصر الله قائد المسيره الخضراء. ما تنسوش تابوناو معنا وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلك كل جديد. مع جريدة سبيس الحدث يوصلك في الحين.